بعد سفرة طويلة من غرور، وحمل سفر العشق حتى يدافع عن سنين الخطايا قبال نوره. طلب الله من الشاعر حضوره بعد سفرة طويلة من غروره، وحمل سفر العشق حتى يدافع عن سنين الخطايا قبال نوره. وبلمح البرق عجناح اللوامع وصل واستقبلوا الحارس وزيره، وفضي دار الألوهة من المراجع، وفات الشاعر بكامل شعوره، وشاف الخالق بظل المدامع، قاموا وقعدوا قباله نظيره، وسألوا الرب من همس المواجع شو إحساسه مع المرأة بسريره. وراح الشاعر بماضي ومضارع يغوي بالشعر الله ويستسيره، وفجأة انتفض عن عرشه الواسع، رسم أنثى بريشي من ضميره، وكساها من خيوط الشمس فارع، عصر للقمر عمدها بعصيره، وعطاها اسم من شعر البدائع بتول مريم الحرة عريض.